لماذا لا نكتب في خانة الإنجازات كيف تركنا البيت القديم وكيف انتقلنا من مدرسة إلى أخرى؟ كيف اكتشفنا الخدعة تلك وكيف خبأنا مشكلاتنا عن قلوب أمهاتنا وتحملنا المسؤولية بهدوء؟ كيف تصرفنا بأول يوم جامعة وكيف تصرفنا بشجاعة عندما أجبرتنا الظروف أن نسلك طريقا لا نحبه؟ كيف احتوينا حزن الصديق وكيف قلنا أول كلمة عزاء وأول كلمة مبارك؟ لماذا لا نضع في خانة الخبرات تحديدا كيف صبرنا على غياب الأحباب وموت الأقرباء وكيف سامحنا خذلان بعضهم؟ لماذا لا نضع في خانة المهارات الصبر والسماحة والثبات والقوة رغم الألم واليأس؟ الشهادات والأوراق أقرب إلى الحائط من ذواتنا، نضعها في برواز أنيق ونسميها هذه المواقف وحدها